السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. للماء أهمية كبيرة بالنسبة للنحل، ويجب على الأخ النحال أن يتدارك أهمية الماء وتوفيره داخل المنحل وقريب من النحل، وعلى الأخ النحال أن يكون هذا الماء نظيف، أما من مياه الأمطار أو من مياه الآبار. كلمات مقتضبة يتطرق إليها الأستاذ رشدي زليقي من فلسطين حول أهمية الماء بالنسبة للنحل، فكونوا معنا. الموضوع الآخر إخواني الكرام اللي هو موضوع الماء. الماء مهم جدا 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 في حياة النحل، وخصوصا في هذه الأيام من السنة. شهر 5 بالنسبة لنا هو شهر أيار، هو شهر التقلبات الجوية اللي أحيانا ممكن يمر عليك في اليوم الواحد، تمر الفصول الأربعة. بيكون بداية اليوم حار جدا وجاف جدا، وفي نهاية بعد ساعات بيكون الجو اعتدل، وبعد ساعات أخرى بيكون الجو تحول إلى برودة، وفي بعد ساعات ممكن إنها تمطر ويصير أمطار. فبمر عليك الخريف والربيع والصيف والشتاء في يوم واحد. هذه التقلبات الجوية لها تأثير كبير جدا على النحل. لذلك الماء في هذه الفترة من السنة، أو في هذه الفترة اللي احنا نتحدث عنها، هذا الشهر بالتحديد شهر أيار، مهم جدا. وخصوصا انه في عنا بعض ايام بتكون في عنا الجو خماسيني، والجو الخماسيني يعني ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة، يصاحبه رياح شرقية جافة جدا. هذه الرياح تؤدي إلى جفاف اليرقات، ممكن إنها تموت. بيؤدي إلى أنه النحل ما يقدر يجيب أي شيء من الرحيق أو من حبوب اللقاح، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الخارج. والرياح الشرقية تعيق النحل في عملية طيران، وإذا استطاع النحل الطيران والبحث في المرعى سيرجع صفر اليدين، لأنه الرياح الشرقية الجافة هذه تقوم بتجفيف الرحيق من الزهور أولا بأول. يعني الزهرة تنتج الرحيق والنحل يجففها أولا بأول، فحتى لو سرح النحل في هذه الأحوال سيعود فارغ نهائيا. يفضل دائما انه يكون المشرب او المساكن للنحل انها تكون في الظل ولو شيء بسيط، لانه الشمس الحامية في الصيف ترفع درجة حرارة الماء، وبالتالي ربما يقل الإقبال على الماء في هذه الحالة. فلا بد من أن يكون في ظل ولو قليل. حتى لو اضطرينا أن نعمل فوقه شيء، يعني عريشة صغيرة، أو يعني نظلله بشيء من قماش، من قش، من أي شيء، حتى تظل المية فيه باردة نسبيا والنحل يقبل عليها بشكل طبيعي. هذا أعتقد إخواني ما يلزم الحديث فيه عن أهمية الماء بالنسبة للنحل. أرجو أن نكون أجبنا على بعض استفساراتكم. نتمنى لكم موسم جيد ونحل سليم. تحياتي لكم. إخواني الكرام، يعني البرك الزراعية والمياه الملوثة قد تجلب من الكوارث على النحل، لأنه ربما تنقل بعض السموم من البرك الزراعية، وقد تنقل بعض الأمراض من المياه الملوثة، ويصاب النحل بمرض معين. فإذا مرض النحل في هذا الوقت من السنة ونحن على أبواب الموسم، سنخرج من الموسم صفر اليدين، أو كما يقولون نعود بخفي حنين، لأن النحل المريض لا يستطيع أو لا يقوى على السروح، وبالتالي لا يستطيع جمع الرحيق ولا تخزين العسل.
لذلك نعود ونكرر أنه لابد من الحفاظ على مصدر مياه نقي. وإذا تطلب الأمر أنه نغسل المساقي ما بين الفترة والأخرى، لأنه يعني أحيانا بكون تظهر بعض الطحالب في المساقي. ف يعني إذا تطلب منا الأمر أن نغسلها هذه المساء كل فترة وفترة، أو نجدد الماء فيها كل فترة وفترة، بكون أفضل. الموضوع الآخر إخواني الكرام مهم هنا، نقطة مهمة جدا، إنه أنا لما يعني بعمل مشرب للنحل في قريب من المنحل تبعي، بدي أكون حريص جدا إنه هذا المشرب لا ينقطع منه الماء. بده تكون موجود هذا الماء باستمرار. فإذا شفت أنا عندي إنه الماء، يعني أنا لو خلينا نفترض إنه أنا عملت مشرب للنحل في 100 لتر ماء، كل ما شفت إنه وصل لمنطقة الوسط، يعني المنتصف اللي صار فيه 50 لتر ماء، برد أعبي المي مرة ثانية. ما استنى حتى انه النحل يستهلك كل كمية الماء الموجودة وبعدها أعبيها. لأنه إذا شعر النحل أنه هذا المصدر من الماء غير آمن، سيبحث عن مصدر آخر، وربما هذا المصدر الآخر يكون بعيد. فإذا وجد مصدر ماء آمن في مكان بعيد، وانقطع من المصدر القريب، وأنت أخي النحال عدت الماء إلى المصدر القريب له، راح تلاقي إنه النحل ما بيجي على هذا المصدر القريب إلا إذا جفت الماء في المصدر البعيد أو اللي هو بيسرح عليه. وهذا المصدر البعيد اللي أنت ما بتعرفه ممكن يكون ملوث. يعني أحيانا بروح النحل على البرك الزراعية، والبرك الزراعية أحيانا بحطوا فيها. فالنحل في الأيام هذه بيكون شديد الحاجة للماء، شديد الحاجة للماء. يعني اللي بلاحظ في الأيام الخماسيني بيكون يعني إقبال النحل أو كل سروح النحل بيكون سارح لجلب الماء فقط. وهذا الماء مفيد له في يعني في شغلتين. الشغلة الأولى إنه هو بده يرفع درجة الرطوبة في الخلية، وتعويض النقص الحاصل في الرطوبة نتيجة الرياح الشرقية الجافة. وكذلك الأمر بده يعمل تبريد في داخل هذه الخلية. فلا بد من أنه يكون متوفر مصدر مائي قريب، ولكن ليس ملاصق للنحل. لأنه برضو كما أن النحل يحتاج إلى الماء، برضو الدبور الأحمر والدبور الأصفر يحتاج إلى الماء. فإذا كان الماء قريب جدا من النحل أو بين النحل، فممكن أنه يجذب برضو الدبور الأحمر والدبور الأصفر إلى الخلايا. فهذا بيكون مثلا بعيد مسافة 20 متر 50 متر، بيكون أفضل. فالمسافة بتكون قصيرة. وكلما كانت المسافة قصيرة، ما يكون يعني مئات الأمتار أو بعيد كيلومتر أو إلى آخره، أو النحال يقول لك النحل بدبر حاله. النحل يعني لو بحط النحل في جبل معين أو في أرض بعيدة، بقول إنه النحل بدبر حاله. في هذه الحالة شو اللي راح يصير؟ صار راح يصير إنه في إرهاق على النحل حتى إنه يوصل المصدر الماء ويحمل الماء هذا ويرجع. طيب يعني شو برضو شو ممكن إنه يصير إذا كان النحل شو بأثر على النحل إذا كانت المسافة بعيدة؟ أولا الحمولة بدها تكون أقل. يعني الحمولة من الماء بتكون أقل. لذلك بدها تكون عدد السرحات للنحلة اللي بتحمل ماء وبترجع بدها تكون أكثر. الشيء الآخر إنه النحل عندما يخرج للسروح، سواء إلى المرعى لجلب الرحيق أو جلب حبوب اللقاح، فهو يحمل في معدته جزء صغير من العسل، بيعطيه هذا الجزء الصغير من الطاقة حتى يقدر على الطيران ويوصل إلى الرحيق أو المرعى أو الزهرة أو الشجرة اللي بده يجيب منها هذا الرحيق.
وتكفيه برضو للعودة. فكل ما كان السروح أقصر، المسافة أقصر سواء لجلب الرحيق أو حبوب الطلع أو الماء، كل ما كان استهلاكه أقل. يعني النحلة اللي بتعرف هي قبل ما تخرج بتعرف المسافة اللي هي بدها تقطعها وكمية العسل اللازمة لعملية سروحها وعودتها. فكل ما كان السروح أقصر كل ما كان كمية العسل اللي بيحتاجها أقل، وبالتالي بتوفر من استهلاكها للعسل. فكلما كان الماء أقرب كلما زادت عمليات أو عدد السرحات النحلة إلى الماء، وكلما كانت الكميات أكبر الحمولة أكبر، والاستهلاك من العسل أقل.